شوف معايا، تخيل راسك غدا عندك نهار طويل، محاضرات، مراجعة، خدمة وأهداف كبيرة بغيتي توصل ليها. ولكن فاش كتجلس تركز كتلقى راسك عينيك تقالين، دماغك مشوش، والطاقة ديالك مصفرة. بكلمة وحدة، النعاس كيدمرك بلا ما تحس. راه النعاس ماشي غير وقت ضايع بحال اللي كتصوروا بزاف ديال الناس، بالعكس هو اهم سلاح يخليك منتج وتبني راسك. واذا ما تعلمتيش تسيطر عليه غادي تولي كتجري مع اليوم ديالك وانت مهدور، حتى الطموحات ديالك كتولي غير حلمة بعيدة. وانا غادي نكون صريح معاكم، في بداية هاد السنة قررت نكون ملتزم، نفيق بكري، نخدم بقوة من أول يوم. وفعلا وليت كنفيق مع 4 ديال الفجر. ولكن المشكل الكبير ما كنعش بكري، ركزت غير على الفياق ونسيت أهم حاجة، وقت النوم. النتيجة نقص في تركيزي، دماغي مشوش، ومجهودي كامل ضاع في النهار. الحمد لله فاش وعيت قلبت علميا وعمليا كيفاش نقاد نعاسي، وغادي نشارك معاك اليوم أهم 5 خطوات بدلت حياتي، كل وحدة منهم مدعمة بدراسات وكتب وتجارب علمية. Fix your bedtime، نظم وقت النعاس. ماشي غير توقيت الفياق هو اللي مهم، ولكن الساعة اللي كتسد فيها عينيك. الدراسات كتأكد باللي الجسم كيعتمد على البودي كلوك أو الساعة البيولوجية. يعني إلا مشيتي تنعس في ساعة ثابتة كل يوم، دماغك غادي يتبرمج ينعس بسهولة. ديجيتال ديتوكس قبل النعاس، راه الضوء الزرق ديال التليفون ولا البيسي كيقتل هرمون الميلاتونين المسؤول على النعاس. يعني واحد الساعة قبل ما تنعس غير سد عليا داك المشقوف، وحاول دير بدلهم شي روتين قراءة، مذاكرات، ولا حتى تجلس مع راسك ترتاح شوية. روتين سيجنالز، إشارات للدماغ. دماغك بحال واحد الطفل صغير، إلا عودتيه على روتين قبل النعاس، مثلا تغسل وجهك، تطفي الضوء، دير واحد الدعاء قصير، ولا تصلي واحد 2 ديال الركعات، غيفهم باللي آن الأوان باش ينعس. Don't miss with caffeine، راه كافيين كيبقى في الجسم حتى 6 ديال الساعات، يعني آخر قهوة خاصة تكون قبل 2 ديال النهار، وإلا راه غادي تبات كتقلب في الفراش. Write it down، كثير من الناس كيتقلبوا في الليل غير حيت دماغهم عامر بالافكار. خذ ورقه وقلم، كتب كل شيء قبل ما تنعس. هذه تقنيه كيسميوها البراند دام، كتخلي دماغك يرتاح. وهنا بغيت نشارك معكم واحد السر اللي قالوا براين جونسون، واحد الانسان اللي دار مشروع عالمي باش يحافظ على صحته ويعيش اطول مده ممكنه. براين اليوم عنده 47 عام، ولكن الفحوصات الطبيه كيبانوا بحال ديال شاب عنده 18 عام. السر الكبير اللي أكد عليه هو النعاس. قالها بصراحة، إلا كنتي غادي دير شي حاجة وحدة في حياتك، نعس مزيان. علاش؟ حيت النعاس ماشي واحد الرقم محدد بحال 8 ديال السوايع اللي كنسمعوا عليها، لا، كل واحد والجسم ديالو. كاين اللي خاصو 6، وكاين اللي يوصل حتى 10 ديال السوايع. الأهم هو الجودة ديال النعاس، ماشي غير الطول ديالو. كيفاش تعرف النعاس اللي كافيك؟ راقب راسك، واش كتحس بالتعب من بعد ما كتفيق؟ واش كيبقى فيك الحال الا ما شربتيش القهوه؟ واش تركيزك عادي ولا متشوش؟ لانك حتى الا نعستي 10 ديال الساعات بنعاس رديء غادي تفيق بحال الا ما نعستيش. اذا الخلاصه، السر الحقيقي للانتاجيه والصحه والعمر الطويل هو تنظيم النوم وتحسين الجوده ديالو. ولكن ماشي غير العلم اللي أكد على هذا الشيء، حتى القرآن الكريم والهدي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وضحوا لنا القيمة ديال النعاس كراحة وقوة حقيقية. الله تعالى كيقول: وجعلنا نومكم سباتا، يعني النعاس راحة للجسم والروح. وكيقول تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. سبحان الله، هاد الكلمات كتورينا باللي النعاس ماشي ضعف،
بل رحمة وسر من أسرار القوة. ونزيدك، الرسول صلى الله عليه وسلم خير قدوة، كان نعاسو منظم، كان كينعس بكري ويقوم في الليل، وكيقسم اليوم ديالو بنظام مثالي. يعني اللي بغى يتبع قدوة حقيقية في النوم والإنتاجية، راه عندنا النموذج قدام عينينا. وحتى ملي وقع موقف عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد السفر قال بلال يفيق الصحابة لصلاة الفجر، ولكن النعاس غلب الجميع تطلعت الشمس. في النهار فاقوا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاتبهمش، غير قال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وتوضاو وأذن بلال وصلى. العبرة هنا واضحة، حتى إلى تحتي في خطأ ماشي نهاية العالم صديقي، المهم هو توقف، تصلح وتكمل الطريق ديالك. في المحصلة إلى قدينا نعاسنا غادي نقادو حياتنا. الطالب غادي يولي مركز، القارئ غادي يولي حافظ، واللي باغي يطور راسو غادي يلقى الطاقة اللي كان خاصه. أنا دابا درت جهدي باش نوصل ليك هاد الرسالة، انت دورك دابا شارك هاد الفيديو مع أي واحد كتمناه يكون بخير، دير لايك باش يوصل للناس اخرين، وكتب لي في التعليق الانتقادات ديالك، حيت بصراحة الانتقادات ديالكم هي اللي كتعاوني باش نطور هاد القناة. إلى هنا، السلام عليكم.